السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات اماني السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. اوعي عيالك يجوعوا ويقولك عايزين نطلب اكل من بره. مفيش احسن وانضف من حاجة البيت. بنص كيلو فراخ هنعمل احلى ستريبس واحلى 100 مرة من اي مطعم بره. ده نص كيلو بانيه عادي متقطع عادي، قطعية البانيه مش لازم اللي هو يكون صدر كامل وانتي تقطعيه. بانيه عادي جدا. بتاخدي القطعة بتقسميها لاتنين، لو قطعة كبيرة شوية بتقسميها لتلاتة براحتك. انا قطعتلكوا منها يعني رفيع ومنها تخين، الحجم اللي انت عايزاه. يعني وريتها لكم ان هي رفيعة هتستوي وهتطلع طرية وجوسي من جوه، والتخينة شوية هتطلع برضو مستوية وجميلة وتحفة من جوه. فالحجم ده يرجع لك، هي المفروض بتبقى رفيعة، يعني بيبقى سمكها زي اللي انتوا شايفينها كده. تمام. زي ما قطعتها كده قدامكم. نبتدي بقى نعمل التتبيلة او المارينج اللي هي هتبقى محطوطة فيه. هنا دوت كوباية ونص دقيق، ملح وفلفل اسمر، بابريكا، شوية كاري، حبان ورق لورا مطحونين، شوية قرفة، مرقة فورية، توم باودر، بصل باودر. انا مبحطش فيها كزبرة، يعني قليل قوي لما احط فيها كزبرة. تمام. تظبطي بقى ملحك والدنيا تبقى الملح مظبوط. ابتدي بقى انزلي بالميه حبه بحبه. هي شفتوا يا بنات خليط الكيك بيبقى زي خليط الكيك بس خفيف، مش خليط كيك سميك. فاهميني؟ زي ما انتم شايفين كده. بقلبي كويس قوي، امزجي المكونات كويس مع بعض. كنت حاطه معلقتين كبار نشا، معلقتين هرمين نشا، ومعلقه صغيره قوي بيكنج باودر في الدقيق ده. تمام. انزلي بقى بكميه البانيه وتبليه ودخليه كويس، وعلى الاقل على الاقل يسيب ساعتين. انا حصل لي مشوار وخرجت بره وسبته لتاني يوم، ما عملتوش يعني في نفس اليوم. بصوا بقى كان طالع، كان بقى شارب التتبيله وخطير. دول هنا كوبايتين ونص كبار دقيق، عليهم نص كوبايه كبيره نشا، ونفس التوابل اللي احنا حطيناها هنا هنحطها تاني على الدقيق ده. بس يا بنات الستريبس والفراخ الكنتاكي عامه يعني اللي هي الكريسبي ما بيتحطلهاش بقسماط، هي بتتعمل بدقيق ونشا فقط لا غير، ما بتحطلهاش ابدا بقسماط. هي مش بانيه او فراخ محمره. فاهميني انا قصدي ايه؟ بس التكنيك بقى زي ما انا بوريكم، انتوا بتاخدوا من التتبيله. انا ما برجعهاش تاني التتبيله لان هي اوريدي شاربه من الدقيق وشاربه من التتبيله. لو رجعتيها تبقى لو انت عايزه الكفر اللي بره يبقى عجينه تخينه. فاهميني؟ احنا هنا في البيت ما بنحبهاش كده، احنا عايزين نحس بطعم الفراخ نفسها. فانا بعملها كفر مره واحده بس. انت عايزه تعمليها تاني ممكن تحطي لها، ما ترجعش بقى في التتبيله دي، تبقى عامله قدامك بوله فيها ميه بتلج، وتاخدي بقى القطعه دي تنزليها بقى في الميه اللي بتلج رجعها تاني للدقيق. ما ترجعهاش في التتبيله اللي فيها دقيق المرنج اللي احنا عاملينه الاول ده، عشان هتبقى تخينه قوي. زي ما انتوا شايفين كده عملناها خلاص مع بعض. ان انت تحطيها وتكبسيها كويس وتبقى ظبطي، تاكدي ان هي واخده الدقيق ومتغلفه بيه 100%. وانتي بتطلعيها تنفضيها تنفيضه عشان تديكي الشكل المكرمش ده. فاهميني؟ هنا بقى الزيت كان سخن. اول ما نزلتها وديت درجه حراره الزيت على في النص، ما تبقاش درجه عاليه. تمام. ما تقلبهاش غير لما تتاكدي انها اتشمعت كويس قوي من تحت، عشان الكفر ما يفكش معاكي. اهم حاجه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. لو مش مشتركه اشتركي وفعلي زرار الجرس، وما تنسيش تحطي اللايك. انتوا ما بتحطوش لايك خالص يا جماعه، كل فيديو انا بفكركم. مش عارفه انتوا مطنشيني ليه، مش عارفه يعني الفيديوهات مش بتعجبكم. شجعوني كده وحطوا اللايك. هنا برضو نطلعها على شبكة حاجة تصفي بيها الزيت، وما تطلعوهاش فوق بعض. انا هنا عشان هما صغيرين فانا بحاول اوزعهم. لما تيجوا تحطوهم في الطبق وهم سخنين ما تحطهمش قوي فوق بعض عشان ما يطروش، والقرمشه والكريسبي بتاعهم ده يروح. هنا كنت بوريكم ان بصوا التخين زي الرفيع كله استوى واخد لون ذهبي خطير، والطعم اللهم بارك كان خطير. تحضري بقى شوية رز بسمتي، تحضري بتومية بقى وشوية سلطة خضرة، تحضري سندوتشاتك بقى كاتشب ومايونيز وصوص برجر بقى وحاجة كده ايه اخر جمدان، وانضف واحلى من بره. وكمان وفرنا للحاج صاحب البيت. بصوا بقى كنت هنا عايزه اسمعكم والله القرمشه، بس انا بحاول اظبط المونتاج عشان اعرف اعمله لكم. مقرمش وخطير، والكفر ماسك فيه يعني قافش فيه.
مش ماسك فيه. سندوتشاتك بقى كاتشب وصوص البرجر ده خطير، مايونيز بقى، مستردة، الصوصات اللي انت تحبيها. بألف هنا على قلوبكم، جربوه ما تنسوش تقولوا ايه رأيكم. بصوا يا بنات خطير خطير خطير. ما وحاجة كده ايه يعني، جوع اخر الليل زي ما بيقولوا في الشتاء ده، وحاجة كده خطيرة. بصوا ما شاء الله كان خطير والله العظيم، طعمه خطير. ده كان الفيديو النهارده، اشوفكم على خير.